في غزوة خيبر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبو بكر قم وخذ الراية وافتح فيها خيبر. فأبو بكر يشيل الراية ويشيل معاه محاربين ويروح يحاول يفتح فيها خيبر ويرجع وما يقدر يفتح خيبر. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم ياخذ الراية من أبو بكر ويعطيه عمر ويقول له يا عمر روح وافتح فيها خيبر. فيروح عمر ويحاول يفتح الحصن ومعاه محاربين ويقاتلوا بشدة ولكن يرجعوا وما يقدر يفتح الحصن. هنا جيش المسلمين يحس بإحباط لأنه يجلس كم يوم قرابة 10 أيام وما يقدر يفتحوا خيبر وما يقدر يفتحوا أول حصن من خيبر، تخيلوا. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم ياخذ الراية ويعطيها علي بن أبي طالب. ولما يوصل علي عند باب الحصن يقول لهم أنا علي بن أبي طالب. في واحد من اليهود من عندهم لما يسمع إنه هذا علي يبدأ يجري لأهل المدينة يضرب في الأرض ويقول غلبتم والذي نزل على موسى، غلبتم والذي نزل على موسى. من الأشياء الغريبة اللي تصير في هذه الحرب وسط المعركة علي بن أبي طالب انكسر الدير حقه، فحاول يدور الدير تحته وما يلاقي، فيروح عند باب الحصن ويخلعه ويستخدمه كدرع. وبعد ما رمى هذا الباب جو 7 رجال حاولوا انهم يشيلوا هذا الباب ما قدروا انهم يحركوه من ثقله. فكيف علي رضي الله عنه شال هذا الباب لحاله؟ وايش هرجة اليهودي هذا لما سمع اسم علي اتجنن ويقول غلبتم؟ هذا كله حنتكلم عنه اكثر في هذه الحلقة. اهلا وسهلا بك اصدقائي المتابعين. حاب اقول لك اصدقائي المتابعين انه انا دائما متواجد في سناب ويكون هناك دائما في تواصل بيني وبين المتابعين، فاذا انت ما ضايفني حتلاقي سناب في الوصف. في نقطه مهمه يا جماعه الخير صراحه ضايقتني ولازم اتكلم عنها. كل اللي يصب الصحابه رضي الله عنهم يحسبون احنا اللي نكره علي بن ابي طالب. بعقلكم يعني كيف نكره حبيب رسول الله وهو كمان من ال10 المبشرين بالجنه؟ وترى غلط واصلا كمان حرام سب الصحابه. ومين سب اي صحابي او كفروا قالوا عنه بعض علماء الزنديق، وعاد ما يحتاج اشرح ما هو الصنديق. فرجاء يا صديقي المتابع لا حد يجي ابدا يسب عمر الخطاب في الكومنتات، لانه شوف صراحه في ناس في الكومنتات يسبوا عمر الخطاب، يعني ماني فاهم انتوا ليش تسبوه؟ ايش في سلامات؟ عمر بن الخطاب او حتى اي صحابي كله في النهايه ترى مبشرين بالجنه. هذول 10 صحابه كلهم مبشرين بالجنه، كيف انت تيجي تسبوا؟ سلامات ابوي كيف تفكر انت؟ ما بخش في الموضوع هذا ولكن كان لازم ندبه فيه. الان خلينا اقول لكم ليش الرسول صلى الله عليه وسلم يبي يغزو خيبر وايش معنى خيبر بالتحديد. خيبر يا صديقي المتابع تقدر تقول عنها رأس الشيطان، لانها هي وراء كل هجمات العرب على المسلمين. عداوة وعدم خوف العرب من المسلمين كانت بسبب خيبر، بسبب رأس خيبر. وكانت حتى خيبر تحرض العرب وتحرض القبائل كلهم على المسلمين، كانوا جدا يكرهوا الاسلام رغم يعني انهم هم من الناس اللي يعرفوا انه هذا الاسلام الحق. كيف هم يعرفوا كيف هم متاكدين؟ اسمعوا الحلقه. لان يا صديقي المتابع اللي في خيبر هم يهود، واليهود زي ما قلنا لكم هم يعرفوا انه هذا الرسول لانه مكتوب في كتبهم ومتاكدين صح انه هذا هو الرسول، ولكن عشان ما جاء من عندهم بس. وهم نفسهم ترى اللي حرضوا قريش على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين. ولكن فوق هذا كله كانوا اشداء في الحرب، اقوياء، ورماتهم كانوا مشهورين عند العرب، كانوا مشهورين في الجزيره العربيه انهم اذا رموا لا يخطئوا. وفوق هذا كله كانت حصونهم قويه جدا وما حد اصلا يفكر انه يقرب من عندهم، لانهم كانوا من اقوى الحصون في الجزيره العربيه وعددهم كبير جدا اكثر من المسلمين بمراحل. عندهم يا صديقي المتابع 8 حصون، وفي هذه 8 حصون عندهم 10,000 مقاتل، وعندهم نعيم حتى ان المحصول والاكل اللي عندهم اذا انقطع المحصول عليهم المؤونه اللي عندهم حتكفيهم لمده سنه قدام. وفي السنه السابعه هجريه يوم الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين بانهم يستعدوا للحرب بعده كامله بفرسان واسلحه ومؤونه كامله ودروع عشان حيروحوا يغزوا خيبر. بعض المنافقين لما جو سمعوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بانه يجهزوا الحرب وحيروحوا يغزوا خيبر، قالوا انه هذا شكله بيروح ينتحر، بيروح يغزو خيبر بيروح يغزوها، لان خيبر وقتها كانت معروفه بقوتها بجبروتها من اعداد المقاتلين بالحصون اللي عندهم. هذول جبابر في الارض، ايش اللي احنا نروح نقاتلهم؟ المنافقين اصدق متابع انقسموا لقسمين. القسم الاول قال انه والله هذا راح ينتحر ومو معقول انه حيفوز، اما القسم الثاني قال والله هذا الوضع فيه مكسب، فيه فلوس، فخلينا نروح معاه لان خيبر جدا غنيه وفيها اشياء كثير وحتكون المغانم كثيره. فراحوا لعند رسول وقالوا له اسمع احنا معاك، احتزم واحنا معاك في الحرب. فالله عز وجل بعدها نزل هذه الايه: سيقول المخلفون اذا انطلقت الى مغانم لتاخذوها ذرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لن تتبعون كذلك قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون الا قليلا. فامر هنا الرسول صلى الله عليه وسلم ان
هذول الناس ما يخرجوا معاهم لانهم جايين فقط عشان حب للدنيا، مو عشان نصرة الدين ونصرة الحق. كل المخلفين من الاعراب ستدعون الى قوم اولي بأس شديد تقاتلونهم او يسلمون، فان تطيعوا يؤتكم الله اجرا حسنا، وان تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. اللي بيخرج لهذه الغزوة فقط للجهاد، نخرج لسبيل الله فقط، لأن ترى اللي قاتل عشان حب للدنيا ترى ضعيف، حيحارب أي نعم وحيقاتل، ولكن أول ما يشوف الموت حيشرد من المعركة. ولكن إذا حارب عشان نصرة الدين فقط حيحاربه بقوة بكل شراسة، وأول ما يشوف الموت قدامه حيعرف إن هذه الشهادة وهذه الجنة. فخرج من الصحابة تخيلوا فقط 1400 شخص. عبد الرحمن وقف الحين 1400 شخص ضد 10,000 شخص، لو كمان محصنين بحصون وأسلحة. لا يا صديقي المتابعين، نعم معهم 1400 مقاتل، ولكن معهم الرسول صلى الله عليه وسلم ومعهم الله عز وجل. وأصلا كمان هنا أنت مؤمن بالله عز وجل، في القتال هنا حيصير مختلف. اللي قاتل في سبيل الله ترى أقوى بكثير من اللي قاتل عشان فلوس، وهذا اللي يميز المسلمين، ما يخافوا من الموت. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم جهز 1400 مقاتل، وهنا بيطلع من المدينة، فحط واحد في المدينة عشان يكون مسؤول عن المدينة في غياب، اللي هو الصحابي سباع بن عرفطة، فحطه في المدينة عشان يحمي المدينة ويشوف امور. فخرجوا الرسول والمحاربين من المدينه متجهين الى خيبر. هم في الطريق كان معاهم عامر ابن الاكوع، وهذا شاعر وبرضه مقاتل، والصحابه هنا كلهم يعرفون انه هذا شاعر. وتعرفوا انتم كيف زمان كانوا يحبوا الشعر، فقالوا له بعض الصحابه اسمعنا بعضا من الشعر، اعطينا ابيات شعريه يعني. فقال سلمة اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأعر فداء لك ما اتقينا، وثبت اقدامنا ان لاقينا، والقينا السكينه علينا، وان اذا صيح بنا ابينا، وبالصياح عولوا علينا. فالصحابة هنا لما سمعوا الشعر عجبهم الشعر، فصاروا وهم في الطريق على خيبر صاروا بس يرددوه. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم سمعهم وهم قاعدين يرددوا هذا الكلام، فقال لهم الرسول مين قال هذه الابيات؟ فقالوا له الصحابة يا رسول الله هذا عامر ابن الاكوع. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم رحمه الله وغفر الله له. هنا الصحابة انصدموا لما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يترحم في عامر، لان الرسول ما يترحم في احد الا ومات قريب. فهنا سمع عمر بن الخطاب وقال لولا متعتنا بعامر، لانه يشبكم ترى عامر مقاتل مو هين، مقاتل قوي في الحرب، لانه عرف عمر بن الخطاب انه خلاص انه عامر حيموت. فهنا كل الصحابه صارت على عامر، صاروا يترقبوه ايش حيصير له. فمشي الصحابه الين ما خيموا ما بين خيبر وغطفان، في النص صارت غطفان وراهم وقدامهم خيبر، عشان كانت بين غطفان وخيبر كانت بينهم مصالح، بينهم تجاره كان، فالرسول هنا كان بيكفل عليهم، ولكن ترى هنا بعيد عن حصون خيبر لانه لسه ما يبقى احد يدري بانه هو موجود. وهنا اقترحوا اقتراح الصحابه انهم يغزوا خيبر في الليل عشان ما حد يدري ونفاجئهم، ولكن تخيل الرسول صلى الله عليه وسلم هنا رفض. ليش؟ لانه ما يبغى يرعب الاطفال والنساء لان ما لهم صلاه في الحرب. ولكن فجاه هنا وهم ما بين غطفان وخيبر يطلع لهم رجال من غطفان، رجال يجري عندهم وقاعد يصرخ من بعيد، يجري ويصرخ ويقول لهم الحقوا خرج لكم جيش عظيم من غطفان، 4000 محارب جايين لكم. شوفوا الورطه اللي صاروا فيها الان، قدامهم خيبر، قدامهم 10,000 مقاتل، وراهم 4000 مقاتل، وهم في الوسط ما عندهم الا 1400 شخص فقط. فعلى طول يجتمع الصحابه، صاروا يتشاوروا ايش نسوي في هذه المصيبه، صارت ورانا وقدامنا جيوش ما حسبنا حساب هذا الشيء. وهنا نفس الرجال اللي جاي حذرهم ترى هو من غطفان ولكن مسلم، فقال لهم انا يا رسول الله اقول لهم عنكم، لانهم هم الان ما يعرفوا انه انا مسلم، انا اسلمت، يحسبوني لسه كافر زيهم، فايش رايك اروح اقول لهم عنكم وانكم طلعتوا بجيش ثاني لغطفان من المدينه لغطفان، عشان هم يرجعوا بالجيش لغطفان عشان يحموا بلادهم. فوافق الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له سوي الخطه. فراح هذا الشخص يجري الين جيش غطفان، وهو قاعد يجري وقاعد يصيح، وصار يقول لهم بان محمد خرج بجيش عظيم من المدينه رايح لغطفان لاهلنا لعيالنا. هم ترى يا صديق المتابع خرجوا من غطفان عشان يساعدوا خيبر، لان ترى بينهم مصالح وزي ما قلنا لكم بينهم تجاره، وبرضه هذول الاثنين متحالفين بعض ان كان في اي مشكله او في اي مصيبه حتصير في المستقبل. فلما سمعوا جيش غطفان الكلام انصدموا، وفي كمان من نفس هذا الجيش مسلمين، فالوضع ضبط ومشوا الهرجه هذه. فعلى طول 4000 محارب هذول رجعوا لمدينتهم. فالان الرسول الصحابه ما في اللي هم وخيبر قدامهم. شوفوا ايش يتصور الرسول صلى الله عليه وسلم، لانهم هم هذول من اهل الكتاب. في الصباح وفي بدايه الشروق يتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم مع الجيش لحصول خيبر، وهنا دعا الرسول اللهم رب السماوات وما اضلن، ورب الاراضين وما اقلن، ورب الرياح وما ادرين، انا نسالك خير هذه القريه وخير اهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرها وشر اهلها وشر ما فيها، اقدموا بسم الله. فهنا تقدموا جيش الصحابه، الا من خيبر في فلاحين يطلعوا
لانه مو عارف انه في احد بيهجم عليهم. فلما هذول الفلاحين طلعوا شافوا هذا الجيش الكبير وهو جاي، على طول دخلوا خيبر وصاروا يحذروا اهلها، يقولوا والله انه محمد جاء بجيش عظيم. فعلى طول هنا قفلوا الحصون. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الله اكبر خربت خيبر، انا اذا ننزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. هنا خلاص عرفت خيبر انه الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بجيش كبير، خلاص قدام امر الواقع، وما امامهم الان السيف او الاسلام. طيب الان يا دهان بسألك سؤال، كيف يعرفوا اذا طيب القوم الثانيين او اللي قدام هذول بيسلموا؟ انه عشان خلاص ما نخش نحارب. يا صديقي المتابع لازم هذول جوا لازم يأذنوا عشان يعرفوا اللي برا انهم خلاص بيسلموا ويوقفوا الحرب ويوقفوا السيف. وهنا الصحابه الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يستنوا انهم يأذنوا لانهم من اهل الكتاب ويعرفوا صح انه هذا هو رسول الله. واصلا كمان مكتوب عندهم النبي الامي الاخر واحد اللي حيجي اخر واحد يتكلم بكلام الله، ولكن ما حد سمع الكلام وكابروا. فهنا الصحابه مستنين انهم يأذنوا جوا، فجأة يطلعوا فوق الحصون المحاربين والرماة وينفتح باب خيبر ويخرج رجل مع خيل ويخرج لهم كبيرهم مرحب. هذا شخص متابع هو رأسهم هو كبيرهم، هذا الشخص إذا مات هم حيوقفوا هم حينتهوا، ولكن كان متكبر وشايف نفسه ومتعجرف، فصار يسوي حركات ويتباهى بقوته وبسيفه ويقول قد علمت خيبر اني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب اذا الحروب اقبلت تلهب. فمين هنا خرج من المسلمين؟ خرج له عامر ابن الاكوع اللي الرسول صلى الله عليه وسلم ترحم فيه اول. فخرج عامر له قال قد علمت خيبر اني عامر شاكي السلاح بطل مغامر. فوقفوا قدام بعض مرحب وعامر وبدأ القتال وبدأ الهتاف والصراخ من جيش خيبر. فجاء مرحب بيضرب عامر اللي عامر يصد الضربه ويطيح سلاح مرحب. فهنا صار مرحب بدون سلاح، فعلى طول رفع سلاحه عامر وبيقطع رجل مرحب. فلما جاء يضرب مرحب ما جات على رجل مرحب، رجعت وجات على ركبته، فقطع هنا رجله عامر بالغلط نصين قطع ركبته. وعلى طول الصحابه راحوا عنده شالوه ورجعوه مصاب. هنا حسوا الصحابه بانه حيموت وهم اصلا من اول بيعرفوا ايش بيصير له، وبالفعل بدات حالته تصير اسوء واسوء، وبداوا الناس يتكلموا عن عامر بانه قتل نفسه لانه السيف اللي ضرب فيه كان سيفه، فيحبط عمله ويموت منتحر يعني في النار يمكن. وهنا يا صديقي المتابع يموت عامر بسبب هذا الجرح. وهنا سلمة لما يسمع لخبره مرة يزعل لأنه كان مثل أبوه، ويسمع الناس يقولوا عامر حبط عمله ومات منتحر. مات منتحر يعني يمكن يخش النار. فسلم هنا فجأة من كلام الناس وصار يبكي وصار يجري عند الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله الناس قاعدين تتكلم في عمي وقاعد يقولوا انه مات منتحر وفي النار وحبط اعماله. فقال الرسول هنا مين قال هذا الكلام؟ فقلت الناس يا رسول الله. فقال الرسول كذب من قال ذلك بل ان له اجرين انه لجاهد مجاهد. ومن هنا بدأت الحرب مع اول حصون خيبر، واول حصن هو كان اقوى حصن لخيبر لان خيبر المعلومية عندها 8 حصون مو حصن واحد بس، واشدها حصن واشد حراسة حصن الناعم اللي الرسول الان يبي يفتح. ويهجم المسلمين ويحاولوا يفتحوا الحصن الاول، فسالوا اهل خيبر من فوق يرموهم بالحجار ويرموهم بالسهام، فيتراجع المسلمين وما يقدروا يفتحوا الحصن. فالرسول يشيل الرايه من الصحابه ويعطيها صحابي ثاني ويقول له روح افتح الحصن، فيروحوا للحصن ويقاتل قتال شديد ولكن برضه يرجع وما يقدر يفتح هذا الحصن. فالموضوع ابدا مو سهل ومره صعب كمان. ففي اليوم الثامن الرسول صلى الله عليه وسلم ياخذ الرايه من صحابه ويعطيها ابو بكر، يقول له يا ابو بكر روح وافتح الحصن، ولكن برضه ابو بكر يرجع ويقول ما قدرت افتح الحصن، فياخذ الرايه ويديها في اليوم التاسع عمر ابن الخطاب. فعمر ابن الخطاب يروح ويحاول ويقاتل قتال شديد ولكن برضه يرجع وما يقدر يفتح هذا الحصن. وهنا الرسول حس بأن الصحابة أصابهم شيء من الإحباط، فهنا بيرفع من روح المسلمين. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم غدا لأعطي الراية لرجل يفتح الله عليه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هنا معنويات الصحابة ارتفعت عدان السماء، ولكن جيسوا يتساءلوا مين هذا الصحابي اللي حيفتح يده؟ مين هذا اللي الرسول صلى الله عليه وسلم حيديه الراية وحيروح يفتح على يده ويحبه الله ورسوله وهو يحب الله ورسوله؟ الصحابة هنا صاروا يتساءلوا مين هذا الشخص؟ يمكن يكون أنا. فصاروا هنا الصحابة وكل واحد يحاول يبرز نفسه قدام الرسول عشان يعطيه الرايه وهو يكون اللي يفتحها على يده. فهنا في واحد من الصحابه كان شويه قصير، تخيل لما كان يروح يشوف الرسول كان يمشي على اطراف اصابعه عشان الرسول صلى الله عليه وسلم يشوف انه طويل ويبان قدام الرسول، وهو نفسه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم شافني ولكن ابتسم ومشي. وقتها تخيلوا حتى عمر بن الخطاب ايش يقول؟ والله ما تمنيت الاماره، يعني ما تمنيت انه الرسول يوليني على شيء الا هذاك اليوم، لانه ايش بكم الرسول قاعد يقول يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فجلس الصحابه هذيك الليله يفكروا مين هذا الشخص؟ يمكن يكون انا، يمكن يكون مدري مين، يمكن قاعدين يتاملوا مين هذا الشخص اللي حيفتح الله على يده. فلما ناموا الناس وجاء صلاه الفجر وخرج النبي الصلاه والناس صارت تطالع فيه وقاعد تترقب، وكلهم صاروا يستنوا مين هذا الشخص، نبغى نعرف مين هذا الشخص
ويمكن يكون انا، ليش لا؟ فالصحابه هنا كلهم يستنوا وقاعدين يبرزوا نفسهم. فقال الرسول اعطوني الرايه، وهنا الصحابه قاعدين يطالعوا والرايه جايه. والرايه ترى دائما تعطى للشجاع رجل، ويحيط حواليه برضه ناس برضه من الشجعان اللي يحموا هذا الشخص ويحموا برضه الرايه. فلما جات الرايه عند الرسول مسكها وقال فين علي بن ابي طالب؟ ولكن يا رسول الله علي مو موجود، لانه علي اصيب بالرمد بسبب الحرب اللي واجهها هناك. فالصحابه هنا انبسطوا، طبعا مو بمرض علي ولكن يعني يمكن يكون واحد ثاني. ولكن قال الرسول ائتوني به، وراحوا وجابوا علي. فلما جاء علي يقول علي انه لما جيت للنبي كان في عيني رمد ما اقدر اشوف كويس. يقول فوضعنا النبي بين يديه، فاخذ النبي ينفث عليه ويمسح بيده حتى برأت عيني، هي واحده من عيوني اللي فيها رمد، الثانيه سليم. يقول علي والله ما اعرف اية اللي كانت تعورني لانها كلها طابت وصارت كمان احسن من قبل، وهذه من بركات النبي صلى الله عليه وسلم. بعدها قال يا علي خذ الرايه يفتح الله لك ولا تلتفت، يعني اذا مشيت يا علي لا تطالع ورا. يقول علي اني اخذت الرايه ومشيت، ولما تقدمت نسيت اني ما سالت النبي على اي اصلا اقاتلهم. طيب انا الان اخذت الرايه، طيب على ايش اقاتلهم اصلا؟ فابغى الان ارجع ثاني مره عشان اسال النبي على ايش اقاتلهم. فلما جيت ابغى ارجع تذكرت انه الرسول قال لا تلتفت، فيقول علي اني رجعت امشي على ورا. شوفوا كيف احترام السنه واوامر النبي. فقال له الرسول قاتلهم عن ان يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله، فان اطاعوك لذلك انتهى الامر. وقال يا علي لئن يهدي الله رجل واحد خير من حمر النعم. فاخذ الرايه علي وقال الله اكبر. فلما سمع النبي هنا قال خربت خيبر خربت خيبر خربت خيبر. فراح هنا علي الين عند حصون خيبر وقال لهم انا علي بن ابي طالب. ففي واحد من اليهود هنا سمع فصار يصرخ بصوت عالي وصار يضرب في الارض وكانه مجنون، ويقول للناس غلبتم والذي نزل على موسى، لانه مكتوب عندهم في التوراة ان هزيمة اليهود حتكون على رجل اسمه علي من امة اخر نبي في هذا الزمان. فخرج لهم مرة ثانية مرحب وقال قد علمت خيبر اني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب. فرد عليه هنا علي بن ابي طالب بالجملة الشهيرة انا الذي سمتني امي حيدرة كليث غابات كريه المنظر. فتقدم علي وتقدم مرحب وبدأ القتال. فمرحب انه يظن نفسه انه قوي من المبارزات اللي قبل، ولكن ما يدري انه هذا علي بن ابي طالب. وبالفعل علي ضربه على راسه وقطع راسه نصين. فعلى طول هنا بدأت الحرب وخش الصحابه في الحصن، وبدا هنا حصن النعم ينهار قدام المسلمين وقاتلوا اهل خيبر، ولكن المسلمين كانوا اقوياء واشداء. فمين هنا خرج لعلي؟ خرج لعلي اخو مرحب ينتقم لاخوه، وهجموا على علي 4 محاربين وضربوه ضربه واحده وكسروا الدرع. فصار علي هنا قاتل بالسيف بدون درع، فصار هنا يدور درع ولكن ما لقى الا باب الحصن. فخلع باب الحصن كامل وصار يبارز فيه ويقاتل فيه. الصحابه هنا صاروا يشوفوا الجثث صارت تطاير في السماء. اهل خيبر هنا انفجعوا من قوه علي، ايش القوه هذه؟ حتى الصحابه نفسهم انفجعوا من قوه علي، كان يحارب بكل شراسه وبكل قوه. هنا الصحابه طبعا المعنويات عندهم ارتفعت، وبداوا محاربين خيبر يتزعزعوا وبداوا يخافوا لما شافوا الجبروت اللي في علي واللي معاه. فبداوا ينسحبوا شويه شويه من حصن ناعم وصاروا يسردوا الحصن ثاني. وهنا انتصروا المسلمين على اول حصن. هنا تخيلوا بعد الحرب في 8 رجال جو عشان يحاولوا يشيلوا هذا الباب اللي شالوا علي، يبغوا يشيلوا هذا الباب اللي علي استخدمه كدرع في الحرب. فحاولوا انهم يشيلوه، 8 رجال ما قدروا يشيلوه. فانفجعوا هنا ايش القوه اللي عند علي هذه؟ فعرف انه هذه كرامه من الله عز وجل. وللمعلوميه شوفوا هذا حجم باب خيبر الان بحجمه هذا 10 رجال لو حاولوا يشيلوه اعتقد ما حيقدروا يشيلوه. وترى غزوه خيبر لسه طويله وفي اشياء غريبه وعجيبه كمان وفي تفاصيل كثير. واذا تبغوا جزء ثاني اكتبوا لي في الكومنتات، وانشر هذا المقطع اصدقائي المتابع اللي تعم الفائده. ولا تنسى تضغط اللايك اذا عجبك المقطع، واذا عجبك محتوي وحبيت محتوي اشترك في القناه عشان يوصل لك كل جديد. وانا متواجد اصدقائي المتابع في سناب، وكمان انزل دائما محتوى هناك في سناب، فاذا انت ما تضيفني تعال ضيفني. وصلوا للحبيب، ودائما ابدا ما اقول لكم مع السلامه، نقول لكم سوف نلقاكم باذن الله في المقطع.